عودناكم في برنامج حب الوطن ان احنا ننقل كل الاخبار ومنها الاخبار الايجابيه. جيت كده قربت له يا ست ريس اغضب، قال لي المؤمن لا يغضب. السؤال هنا بقى، هو في حد مش عايز القانون؟ قامه مجموعه من المصريين اللي مش شرط ليهم اي انتماءات، المجموعه دي راحت تزور مكتب الدكتور باسم عوده للمبادره الايجابيه اللي قامت بيها مصر 25 كمنبر اعلامي لنقل واقع ما تحتاجه السياحه في مصر. احنا شاركين في الثوره وطارنا فيها وشفنا قيمه فيها. ابتدينا نعمل حاجات كتيره قوي. لا احنا عايزين ننزل الشارع ونتحرك. صبرنا وطال الصبر وسنصبر وسنظل صابرين، لكن لا يعني هذا الصبر انني لا اشعر بالايذاء. اصبح لدينا اعلاما بلا ضمير. الفضائيات الخاصه المصريه جميعا تخضع لرجال اعمال. انما جايين بعد 10 ايام او شهر، فين اللي جبته؟ يجيبوا منين؟ يريدون لمصر افلاس مطلق لكي يرفض كل حاجه تتصل بالاسلام. اديني جبتها لك على بلاط البلاط.